حبايبي، قبل ما نبدأ المسلسل تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص الجزء ال 32 من المسلسل الهندي إشراقة السحر. وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند ماهد لما قال لكوثر المفروض جوازي من سهير ما كانش تم من الأساس، لكن حصل، ودي بقى إرادة ربنا اللي أنا مش قادرة أفهمها، لكن أنا بأمن بيه وبرحمته وواثق إن كل حاجة هتتصلح في النهاية، وهدعي إن الطرق اللي بيني أنا وسهير ما تتقطعش أبدا. وكوثر بتقوله أنت سكنت قلب بنتي، وهي حالتها حرجة دلوقتي لأنها محتارة ما بين حبها ليك وبين مستقبلها وتحقيق حلمها، ولو أنت فعلا ندمان على جوازك منها اعمل حاجة تخليها تشيلك من قلبها ومن تفكيرها للأبد. وبيبص لها ماهد بحزن وبيقول لها خلاص اعتبري طلبك ده تم، وبيمشي وهو بيفتكر في ذكرياته الحلوة مع سهير. وكوثر بتدخل تطمن على بنتها، والدكتور بتقول لها ان ضغط دمها ونبضها بقوا طبيعيين الحمد لله، واول ما نسبة الانيميا تبقى طبيعية هتكتب لها على خروج ان شاء الله. وكوثر بتشكرها وبتحمد ربنا، وسهير بتفوق وكوثر بتسألها انت كويسة ولا ناجي للدكتور؟ فسهير بتقول لها انا بخير ما تقلقيش يا ماما، وبتفضل تبص حواليها. ومامتها بتقول لها انت بتدوري على ماهد صح؟ هو جه امبارح بالليل وانا طلبت منه يمشي. وسهير بتمسك ايديها وبتقول لها انت عملتي الصح، وبتقوم تبص من الشباك على السما وبتقول لمامتها انا مكسوفة من نفسي قوي لاني احرجت نفسي قدام ماهد امبارح. وبتقول لها مامتها قولي لي على كل اللي جواكي سواء كان كبير او صغير عشان اقدر اخفف عنك. وسهير بتقول لها انا لما شفت ماهد مع نظمة امبارح حسيت اني كنت غلطانة جدا لما استنيته يعترف بغلطه، وعلى الرغم من اني قلت له على كل اللي في قلبي الا انه ما نطقش بولا كلمة ولا حتى انكر علاقته بنظمة. وبتقول لها مامتها ما تحزنيش لان ماهد على الاقل ما اداكيش امل كذاب، وانت دلوقتي حرة، اتمسكي بحريتك دي وتقدمي في حياتك. وسهير بتقول لها فاكرة لما كنتي بتقولي لي دايما وانا صغيرة ان في حاجة كويسة بتحصل مع الحوادث؟ انا مبسوطة ان الحادثة دي حصلت لي لاني قدرت اشوف حقيقة ماهد. ومامتها بتقول لها ما تعيطيش واستريحي، وبتاخد نظمة شنطتها علشان تمشي، وبتكون لسه تدخل لمامتها الأوضة عشان تودعها. وباباها بيقول لها إياكي تقدمي خطوة واحدة بس وإلا هكسر لك رجلك. ونظمة بتقول له أنا مش هدخل، أنا بس كنت جاية عشان أودعكم، سامحني لو أمكن. وباباها بيقول لها خلاصي خالص واحمدي ربنا إني ما قتلتكيش، وبيقفل الباب في وشها. وبتنزل نظمة على تحت ودموعها على خدها، وبتلاقي ماهد واقف في طريقها وبتقول له بابا طردني من البيت ودلوقتي مش هيكون في أي عائق في حياتك أنت وسهير، جهز الترتيبات علشان تحتفل. وماهد بيقول لها انت ليك عين تتكلمي معايا وتلوميني؟ ده لو واحدة غيرك كانت اعتذرت عن جرايمها. ونظمة بتقول في سرها يا ترى ماهد ليه بينصحني اعتذر؟ وبتشغل دماغها وبتقول لماهد انت فعلا عندك حق واللي انا عملته معاك ما كانش صح، وبتعتذر له وبتترجى ان هو يسامحها. وبتقول له صدقني اللي حصل كان غصب عني لاني بحبك قوي، بحبك من صغري ودعيت كتير عشان تبقى ليا، وفي النهاية سهير هي اللي خدتك وفازت بيك ومن غير حتى ما تدعي ولا تطلبك، وعشان كده انا فقدت عقلي خالص وما كنتش عارفة اللي بعمله، ونسيت ان الشخص اللي حبيته بقى ملك واحدة تانية، وعشان كده انا اتطردت من البيت اللي كبرت واتربيت فيه، واظن ان مفيش عقاب اسوأ من كده ابدا. وبتكون لسه هتمشي لكن ماهد بيوقفها وبيقول لها لو عاوزة تفضلي هنا خليكي، لكن لازم تتعاقبي على اللي عملتيه. ونظمة بتقول له انا مستعدة لأي عقاب تفرضه عليا. وماهد بيقول لها انا قررت اخطبك. ونظمة بتتفاجئ وبتقول له اللي انا بسمعه ده ايه يعني، وده حقيقي ولا انا بيتهيألي مش كده؟ وماهد بيقول لها لا حقيقي، لان بسبب اللي انت عملتيه سهير قلبها اتكسر ومش قادرة تتقدم في حياتها بسبب انها مش قادرة تنساني، وعلشان كده انا عاوزة تتحرر مني ومن عيلتي بشكل نهائي، وده مش هيحصل غير لو حولت التمثيلية اللي انت عملتيها الحقيقة، وهي دي بقى الحاجة الوحيدة اللي هكفري بيها عن جريمتك. ونظمة طبعا بتفرح وبتقول انا مستعدة لقبول عقاب زي ده 1000 مرة. يا عم انت بتعاقبها ولا بتكافئها؟ وماهد بيقول لها لا مفيش داعي انك تكوني سعيدة قوي كده، لان مش هيبقى في حب في علاقتنا ابدا، دي مجرد تمثيلية رخيصة مش اكتر، وما تفكريش في يوم من الايام انها تبقى حقيقة ابدا، وياكي تحاولي تقربي مني ابدا، لان حتى اوضتي مش هسمح لك تدخليها ابدا، وعلاقتنا دي هتتم فقط من اجل مستقبل سهير ومش هيكون لها اي قيمة تانية، علشان كده لازم تفكري كويس قبل ما توافقي، ولو قبلتي بشرطي بيبلغيني. وبيسيبها ويمشي. ونظمة بتكون مبسوطة جدا بالرغم من كل اللي ماهد قاله لها ده. وهنا الممرضة بتدخل لسهير وبتقول لها الدكتور كتبت لك على خروج. وسهير بتفرح وبتقول لها ياه اخيرا هخرج من المستشفى دي وهخلص من عنائها. والممرضة بتقول لكوثر
عدي على الدكتور قبل ما تمشي عشان يعرفك علاجها. وسهير بتقول لمامتها طب روحي انت يا ماما للدكتور وانا هستناكي في الريسبشن. وهنا بيحاول امن المستشفى انهم يمنعوا الناس دول من الدخول. وسهير بتقول للممرضة ايه الزحمة دي ليه؟ والناس لما بيشوفوها بيجروا على سهير وبيقولوا للأمن هي دي المريضة اللي احنا جايين عشان نشوفها. والعجوزة دي بتدي لسهير تميمة وبتدعي لها وبتقول لها الست دي لولاكي انتي والسيد ماهد كان زمان الساحر خطف بنتنا، والله أعلم بقى كان ناوي يعمل فيها ايه. وبتقول لها العجوزة دي انا سمعت ان السيد ماهد كان في المستشفى امبارح ومسك الساحر وموته من الضرب لدرجة انه نسي سحره، وهو اكيد دلوقتي بيمارس ألاعيبه في السجن، فكلهم بيضحكوا. وسهير بتتفاجئ من اللي بتسمعه وبتقول لهم هو الساحر جه على المستشفى امبارح وفعلا ماهد كان هنا ومسكه. والممرضة بتقول لها ايوه انت لما فقدتش الوعي جه الساحر على هنا عشان يهاجمك، لولا السيد ماهر كان زمانك ميتة. وسهير بتندهش من اللي بتسمعه وبتقول في سرها معنى كده ان ماهد كان هنا امبارح عشان يحميني، بس انا حاسه ان قلبي بينبض بسرعه من كتر السعاده والفرح. وبترجع تقول لنفسها لا 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 مفيش داعي للسعاده دي، لان لو اي حد في مكانه كان هيعمل نفس اللي هو عمله. وبتقول العجوزة دي لسهير مدي ايدك عشان البسك التميمة. وبتقول لها الممرضة معلش بلاش ايديها لانها مصابة جامد، ولو سمحتوا بقى وسعوا من طريقها عشان تروح على بيتها. والعجوزة دي بتقول للممرضة الله امال فين السيد ماهد، هي ازاي هتروح لوحدها؟ والممرضة بتقول لها السيد ماهد مش موجود هنا حاليا لكن مامتها معاها وهي اللي هتاخدها تروحها. والناس بيتضايقوا قوي وبيقولوا لبعض ازاي جوزها هيسيبها لوحدها في الحالة دي. وبتقول لهم سهير ما تقلقوش عليا انا بخير الحمد لله وهروح لوحدي. والشخص ده بيقول لها لا مش ممكن ابدا، انا هتصل على السيد ماهد دلوقتي حالا. وماهد بيكون بيشتغل وبيطلب من العمال انهم يتخلصوا من كل الملفات القديمة وبيفتكر كلام كوثر له فبيكون متضايق جدا. والشخص اللي في المستشفى بيتصل على ماهد وبيقول له مراتك خدت اذن خروج واحنا كلنا منتظرينك هنا في المستشفى. وماهد بيقول له كلكم مين؟ والشخص بيقول له ابناء المجتمع اللي بيحبوكوا وقلقانين عليكوا. وبيقفل ماهد معاه وبيمشي علشان يروح على المستشفى بسرعة. وبيقف ماهد هنا وبيبص في كف ايده وبيتخيل وش نظمة وهي مبسوطة قوي فبيتغاظ جدا وبيقول انا امتى هتخلص منك بقى. وهنا بيكون فريد قاعد حزين ومهموم وبيفكر في كلام امل وكلامه لسلطانة وبيقول لنفسه لا بقى انا مش هقدر اكذب على امل اكتر من كده، وهي بقى لازم تواجه واقعها واحنا واجبنا ان احنا ندعمها وهي لها حق الاختيار ما بيننا وما بين كوثر. وبتدخل كوثر عليه فجأة وبتقطع حبل افكاره وبتقول له انا اسفة جدا لو جيت في وقت مش مناسب. وفريد بيقول لها لا ولا يهمك اتفضلي معلش اصلي ما نمتش كويس امبارح وحاسس بارهاق شديد. وكوثر بتقول له على فكرة بقى انت اصلا ما بتعرفش تكذب لان اللي باين في عينك الألم مش الارهاق، ودي حاجة ما حدش يقدر يفهمها اكتر مني. وهنا الممرضة بتقول للناس لو سمحتوا بعيدوا عن سهير لانها لسه تعبانه وحاسه بدوخه. والعجوزه دي بتقول لسهير احتفظي بالتميمه دي معاكي وهي هتحفظك من اي مرض. وسهير بتشكرها وبتقول لها بس انتي غلطتي وديتيني تميمتين 2. والعجوزه بتقول لها ايوه التميمه التانية لجوزك ماهد، وبتفضل تدعي لهم والناس بيقدموا لها الهدايا اللي جابوها معاهم. وبيوصل ماهد في الوقت المناسب وبيشيل الهدايا عن سهير عشان دراعها وبيفضلوا الاتنين بقى يبصوا لبعض برومانسيه كده. وبتقول الست دي ان الجرح الحقيقي موجود في قلب ماهد مش في دراع سهير. والعجوزة بتقول لها والله عندك حق لأنه واضح قوي على وشه إنه قلبه بيتألم عشان خاطر مراته. وبيضحكوا وبيبص ماهد لسهير وبيقول لها انت شكلك أجمل بكتير وعينيكي مفتوحة. وبيسألها انت بخير؟ وبتقول له الست دي أكيد بقت بخير بعد ما شافتك. وبتدعي لهم إنهم يفضلوا مع بعض طول العمر. وماهد بيشكرهم كلهم على حبهم لهم وعلى مجيئهم على المستشفى لهم مخصوص. وبيقول لهم ان سهير لسه ما تعافتش تماما ومحتاجه للراحه. وبياخد ماهد سهير على الاوضه دي وبيحط لها كرسي وبيقول لها اتفضلي استريحي. وبيسالها انت عامله ايه دلوقتي؟ وسهير بتقول له انا بخير ما تقلقش عليا. وبتديله الفوطه دي عشان يمسح بيها وشه لانه مش نضيف خالص. وماهد بيمسح وشه وبيقول لها انا ثواني وهرجع لك تاني. وبيخرج ماهد للناس وبيقول لهم انا متشكر جدا على زيارتكم واللي انا عملته مع الساحر ده كان واجبي ومفيش داعي ان انتوا تشكروني عليه. وبيطلب منهم يرجعوا على بيوتهم وبيمشوا الناس. وماهد بيرجع لسهير وبيقول لها خلاص الكل مشوا تقدري تخرجي بقى. وبتقفل سهير الباب عليهم وبيقول لها ماهد ايه ده انت بتعملي ايه؟ وسهير بتقول له انا سمعت انك انقذت حياتي وانا ما شكرتكش حتى. وماهد بيقول لها لا خلاص انسي الموضوع ده انا عملت اللي كان لازم يتعمل. وسهير بتقول له انا عارفه انك بتساعد المحتاجين دايما وكنت هتعمل كده لاي شخص مكاني لانك ما بتفرقنيش عن غيري. وبتقول له عارف ايه اكبر غلط ممكن يرتكبه الانسان في حق نفسه؟ انه يفتكر نفسه مميز عند شخص معين وهو يكون بالنسبه له ولا شيء.
وانا ارتكبت الغلطة دي ووقعت في حب شخص ما كانش ليا ابدا في يوم من الايام ولا يملك اي مشاعر اتجاهي. وبيقول لها ماهد الموضوع مش كده ابدا. وسهير بتقول له لا كده، بتحاولش تواسيني بأكاذيبك لان خلاص حالتي ما بقتش خطيرة. وبتقع الملاية على الارض وبتاخدها سهير عشان تطبقها وتحطها مكانها. وماهد بيقول لها سيبيها انا هعملها عشان دراعك. وسهير بتقول له لا وبتشدها بعنف. وماهد بيقرب منها وبيفضلوا يبصوا لبعض برومانسية كده. وبيفوق ماهد وبيبعد عنها وبيقول لها طيب خلينا نعملها سوا. وسهير بتقول له قولي الحقيقة يا ماهد، انت جيت هنا علشاني ولا عشان استدعوك؟ وماهد بيقول لها انسي الموضوع بقى عشان حالتك ما تسوقش اكتر من كده. وسهير بتقول له انت عندك حق، انا فعلا لازم انسى الموضوع من البداية للنهاية، لان لولا جدك امرك انك توزع معايا صدقات ما كنتش وقفت جنبي ولا قضيت معايا لحظة واحدة بس حتى على السطح. لكن انا اللي غلطانة لاني اعترفت لك بمشاعري اتجاهك، وانا عارفة انك عمرك ما اهتميت بعلاقتنا من يوم ما اتجوزنا اصلا. وعشان كده انا بقى هنهي علاقتنا من ناحيتي بشكل نهائي، ومش عاوزاك تكون قلقانة عليا تاني، لان امي بقى خلتني قوية قوي لدرجة ان اقدر احقق هدفي لوحدي. ده غير اني مش بنت عادية واقدر اعتمد على نفسي في كل حاجة ومن غير مساعدة حد. وكل اللي انا عاوزاه منك حاجة واحدة بس، وهي انك تفضل بعيد عني بقدر الامكان، وانا هبذل كل جهدي عشان اكون بعيد عنك. وبتودعه وبتمشي. وبيقف ماهد وهو حزين وما بينطقش بولا كلمة. وهنا كوثر بتسأل فريد عن اللي جواه، وفريد ما بيردش عليها. وبيسألها معاكي اوراق خروج سهير من المستشفى؟ وكوثر بتقول له ايوه وبتديها له. وفريد بيبص فيها بيقول لها انا هكتب لسهير شوية ادوية يا ريت تاخدهم في اقرب وقت، وممكن الاسبوع الجاي تجيبيها لي علشان تفك الغرز، بس خلي بالك منها كويس قوي وما تعملش اي مجهود بدراعها. وبيديها الاوراق وبيوصيها انها تاخد بالها من سهير كويس. وكوثر بتقول له انت الشخص الوحيد في المدينة دي كلها اللي ساعدني في كل ازماتي، وبتشكره كتير جدا. وبتقول له من فضلك اديني فرصة ارد لك ولو جزء من جمايلك وشاركني احزانك، وصدقني هترتاح بعدها. وفريد بيقول لها يا ستي كفاية اللي انت فيه، انا مش عاوزة اتقل عليكي، لكن ما تقلقيش هيجي يوم وهقولك على كل حاجة، بس الاول لازم اواجه شخص. وهنا سهير بتكون ماشية حزينة وماهد بيكون واقف بيبص عليها بحزن هو كمان. وفجأة سهير بتحس انها دايخة فبتروح تركن على الحيطة، وماهد بيخاف عليها لكن بيمسك نفسه وما بيرضاش يقرب منها. وكوثر بتشوف سهير وبتجري عليها وبتسندها وبتاخدها وبتمشي. وهنا فاطمة بتشوف بنتها نظمة وهي قاعدة تتوشوش مع حسنة وكلها سعادة وبتتغاظ جدا، وبتروح تمسكها من دراعها وبتقول لها انت لسه هنا بتعملي ايه؟ امشي بسرعة يلا، لان باباكي لو شافك مش هيحصل طيب ابدا. ونظمة بتقول لها لا ما انا مش هروح في حتة بقى. وبتقول لها مامتها لو ما مشيتيش بمزاجك ماهد هيطردك، لان جدك مستحيل يسمح ان ماهد هو اللي يمشي من هنا. وبتقول لها نظمة اهدي بقى يا ماما شوية، لان ماهد مش هيمشي ولا هيطردني، لان هو اللي طلب مني بنفسه ان افضل هنا. مامتها بتقول لها ازاي يعني؟ ونظمة بتقول لها لا ده مش بس كده، ده كمان عاوز يخطبني. وطبعا مامتها ما بتصدقهاش وبتقول لها انك شكلك بقيتي مجنونة رسمي. وبتقول لها حسنة لا ده واضح ان انت اللي اتجننتي يا فاطمة، بدل ما تحضني بنتك على الخبر الحلو ده وتباركلها بتوصفيها بالمجنونة، يلا اطلبي الحلويات ووزعيها في كل مكان وغني ورقصي. وفاطمة بتقول لها برضه وهي مش مصدقة بلاش الهزار السخيف ده لو سمحتي. وبتقول لها حسنة هو انا صديقة طفولتك يا بنتي عشان اهزر معاكي؟ كل الموضوع ان ماهد عاوز يبعد عن سهير وعشان كده وافق على خطوبته من نظمة. وفاطمة بتقول لها ماهد وسهير في بينهم سوء تفاهم، وبمجرد ما يزول انا متأكدة ان ماهد هيرجع لنظمة تاني وهيرجعها على البيت هنا بنفسه. وحسنة بتقول لها ما تقلقيش لان ماهد راجل مبادئ وقرارات فمستحيل يرجعها لحياته تاني ابدا لانها قاصر، زائد ان كوثر مش هتديلها الفرصة اللي تخليها ترجع هنا اصلا. خلي خطوبة ماهد ونظمة تتم، وانا متأكدة ان نظمة تدريجيا هتقدر تحصل على مكان في قلبه. وفاطمة بتقول لها طب ولو ما قدرتش هعمل انا ايه بقى ساعتها؟ هقف اتفرج عليها وهي بتتدمر قدامي؟ وبتقول لها انا عارفة انك كنت بتدعمي نظمة في خداع سهير وحتى ما وقفتيهاش لما راهنت على شرفها. وبتقول فاطمة لنظمة افهم ان ماهد ما بيخطبكيش بإرادته، ماهد بيخطبك بعجز. وهنا بتوقف نظيرة وإقراء ماهد وبيسألوه فين سهير؟ وماهد بيقول لهم انتوا مين؟ ونظيرة بتقول له انا مامة إقراء اللي الساحر امبارح كان بيطاردها وكان عاوز يقتلها، ولولاك انت وسهير كان زماني خسرت بنتي دي للأبد. وبتشكره من أعماق قلبها وبتقول له فين سهير عشان نشكرها هي كمان. وماهد بيقول لها في الحقيقة هي خرجت من المستشفى وراحت على بيت مامتها. وبتقول له نظيرة طب ممكن تكتب لنا عنوانها عشان هنروح نشكرها، لأنك كتب لبنتي عمر جديد بسببها هي. وماهد بيكتب لها العنوان وبيبص ماهد عليهم وهم ماشيين وبيلاقي إقراء بتعرج فبتصعب عليه وبيقول لهم تعالوا انا هوصلكم. وهنا كوثر بتعمل لسهير عصير وبتقول لها سهير انا مش عاوزاه ده طعمه مر قوي. ومامتها بتقول لها يا ستي اعتبريه دواء
وسدي مناخيرك وانت بتشربيه علشان يغذيكي شوية. وسهير بتسمع كلامها، وصفية بتتغاظ لما بتشوف كوثر مهتمة ببنتها كده وبتغذيها بالشكل ده. وبتروح صفية تقعد جنب برفيز وبتفضل ترمي على سهير وكوثر بالكلام لكن بصوت عالي عشان يسمعوها يعني. وبتتغاظ سهير لما بتسمعها وبتكون عاوزة تخرج تتخانق معاها، لكن مامتها بتوقفها وبتقول لها سيبك منها. وسهير بتقول لها لا، انا لازم اوقفها عند حدها. وفعلا سهير بتخرج لصفية وبتقول لها انت بترمي الكلام ده عليا انا وامي؟ طب ليه؟ احنا كنا قاعدين معززين مكرمين في بيت عمتي بركة، لكن بابا هو اللي جه رجعنا بالعافية. وصفية بتقول لبرفيز انت سامع بنتك بتقول ايه؟ ما ترد عليها. وسهير بتشد الكرسي ده وبتقعد قدام باباها وبتقول له انت مش قلت لي اني لو وزعت الصدقات مع ماهد هتقولي على عنوان منيرة؟ انا بقى نفذت اللي طلبته مني، يلا قولي على عنوانها. وبتوطي صفية على برفيز وبتقول له انت ساكت ليه؟ انت ليه ساكت على اسلوبها ده؟ دي مش بعيد بكرة ترفع ايديها علينا كمان. وبرفيز بيسخن من كلام صفية وبيقول لها انت معاكي حق، وبيغلط في سهير وبيقول لها صدقي بقى انك بنت وقحة زيك زي مامتك بالظبط، واكيد الاسلوب ده استخدمتيه ببيت جوزك وعلشان كده هم طردوكي. وسهير بتقول له لو سمحت قول لي بسرعة على عنوان منيرة. وبرفيز بيقول لها انا عارف عنوانها لكن مش هقولك عليه، ها هتعملي ايه يعني؟ وكوثر بتقول له انت كذاب، انت ما تعرفش اي حاجة عن منيرة ولا حتى تعرف انت سلمتها لمين اصلا، انت بس اتحلفت مع المفتي راشد عشان تجمع سهير وماهد مع بعض تاني، لكن ده بعدك. وبرفيز بيتغاظ منها وبيقول لها اقفلي بقك وادخلي جوه احسن لك. وبتقول له كوثر انت بني ادم عديم الرحمة وما رحمتش حتى بنتك الميتة، لان بناء على كلامك انا رحت بحثت في كل دور الايتام وما لقيت لهاش اي اثر، انت بقى خدعتنا بما فيه الكفاية وانا هاخد بنتي وامشي من البيت ده للابد ومش هسمح لك تخدعنا تاني ابدا. وبتاخد كوثر سهير من ايديها وبيدخلوا عشان يلموا هدومهم، وبرفيز بيكون عاوز يدخل وراهم لكن صفية بتمنعه وبتقول انت مهتم بيهم كده ليه؟ سيبهم يغوروا في 60 داهية. وبيقول لها برفيز بغضب تعرفي تخرسي انت خالص دلوقت. وبيوصل ماهد ونزيرة واقرأ على الحي بتاع سهير وبيوصف لهم مكان البيت. ونزيرة بتقول له الله هو انت مش هتيجي معانا؟ وماهد بيفكر شوية وبيقول لها كان نفسي اجي بس المنطقة ضيقة ومش هعرف ادخل بالعربية. ونزيرة بتقول له تمام ماشي يا سيدي وبتشكره على التوصيلة دي وبيمشوا. وهنا كوثر وسهير بيلموا هدومهم وبرفيز بيدخل لهم وبيقول لهم وقفوا اللي بتعملوه ده. وبيقول لكوثر ايه هو انت ما بتصدقي ان يحصل اي حاجة وتجري تدخلي فورا تلمي هدومك؟ محدش هيمشي من هنا. وكوثر بتقول له بعصبية انت عاوزنا نقعد عشان ترجع سهير تاني على بيت نيازي صح؟ وبرفيز بيغضب وبيرمي لها الشنطة على الارض وبيقول لها انا معترف اني بني ادم من غير قلب، لكن انت بتتظاهري بانك انسانة صاحبة قلب عطوف لانك مهتمة ببنتك سهير ومش مهتمة ببنتك التانية، خلي عندك شوية احساس بقى. وكوثر بتقوله البنت التانية اللي انت بتتكلم عنها دي انا معرفش هي حية فعلا ولا ميتة، بس على الاقل سيبني اعتني بالحية قدامي لاني مش هسمح لك انك تدمر حياتها مرة تانية. وبرفيز بيقول لها محدش منكم هيخرج من هنا غير على جثتي. وصفية بتتغاظ من موقف برفيز وبتقول لنفسها لا بقى ده كده اكيد لسه بيحب كوثر وعشان كده مش عاوزها تمشي. وبرفيز بيقول لكوثر وسهير سوا صدقوني اولا انا فعلا اعرف مكان منيرة. وكوثر بتقول انت كذاب لان منيرة لو كانت لسه عايشة كان زمانها واقفة قدامي دلوقت، انت اب عديم الرحمة لانك اتخليت عن بنتك لحد تاني يربيها. وبرفيز بيقول لها كنت عاوزاني اعمل ايه يعني؟ كنت هصرف عليكم انتوا التلاتة منين؟ وكوثر بتغضب اكتر بتقول انت فعلا بني ادم بيجح قوي وقاسي. وبتقول له سهير هي كانت منيرة هتاكل ايه يعني عشان تتخلى عنها؟ يا ويلك من عذاب ربنا، ده غير الناس لما يعرفوا انك اتخليت عن بنتك عشان مش قادر تعولها مش هيرحموك ابدا. وعيلة نيازي اللي انت بتتظاهر قدامهم بالفضيلة والشرف لو اكتشفوا الامر ده مش هيسموا عليك وهيخلوك عبرة قدام المجتمع كله. وبرفيز بيخاف وبيتوتر جدا. وكوثر بتقول له دول افكر الاباء ما بيعملوش كده في ولادهم فلذة كبدهم، ده عار عليك يا شيخ. وبرفيز بيقول لها بنرفزة ما تعايرنيش، ولو انت قلقانة فعلا على بنتك منيرة روحي اشتغلي واعملي فلوس وساعتها بقى انا بوعدك اني هرجع لك بنتك منيرة تاني لحضنك. وكوثر بتقول له انا مش زيك وفعلا اقدر اشتغل واكسب فلوس بمجهودي. وبرفيز بيقول لها طب وايه اللي منعك؟ روحي اشتغلي يا اختي وهاتيلي فلوس وانا بقى هجيب لك بنتك لحد عندك. وكوثر بتقول له في اليوم اللي هحط لك فيه الفلوس في ايدك لازم تجيب لي بنتي مش هيبقى لك اي حجة. وبتاخد شنطتها علشان تمشي وبيقول لها برفيز انت رايحة على فين؟ وكوثر بتقول له رايحة اكسب الفلوس اللي هشتري بيها بنتي منك. وبتسيبه وبتخرج كوثر من البيت وهي متضايقة وما بتشوفش ماهد وهي معدية وبينسى ماهد يدي لنزيرة وبنتها الهدايا اللي الناس جابوها لسهير معاهم. وبتوصل نزيرة وإقراء على بيت سهير وسهير
بتستقبلهم بكل ترحيب وبتقول سهير لإقراء أنا كنت قلقانة عليكي قوي، الحمد لله إنك بخير. ونزيرة بتقول لها الحمد لله ربنا قدر ولطف، وإحنا جايين دلوقتي عشان نشكرك على اللي عملتيه معانا. وسهير بتقول لها لا شكر على واجب. وبينزل ماهد بالهدايا من العربية وبيقول لنفسه وهو ماشي طب هوصل الحاجات دي لسهير ازاي بس، وهي اصلا منعتني من مقابلتها مرة تانية. وهنا إقراء بتقول لسهير انا مهما شكرتك مش هقدر اوفي فضلك عليا، وبتسألها جرحك عامل ايه دلوقتي، وسهير بتقول لها الحمد لله بقيت احسن. وبتدعي نظيرة على الساحر وبتقول لها انا مش عارفة هو كان عاوز ايه من بنتي. وسهير بتقول لها ما تقلقيش خلاص هو دلوقتي في السجن. وبتقول لهم إقراء ما انا عرفت ان ماهد مسكه واداله حتة علقة لكن علقة موت. وبيوصل ماهد عند الشباك وبيقف يسمعهم. وإقراء بتقول لسهير تعرفي اني زعلانة منه قوي انه ضيع مني يومها سلسلة ماما كانت جايبها لي هدية وكانت غالية على قلبي قوي لانها كانت واخدة جايزة افضل معلمة. وهنا ماهد بيحط الهدايا اللي معاه من الشباك على الترابيزة من غير ما حد يشوفه. وسهير بتقول لنظيرة هو انت معلمة؟ وإقراء بتقول لها ايوه ماما معلمة ثانوي. وسهير بتقول لها بفرحة انا كمان بدرس في الصف العاشر وبحب الدراسة قوي. ونظيرة بتقول لها ربنا ينجحك ويوفقك في حياتك يا رب، واضح جدا من الطريقة اللي انقذتي بيها بنتي انك ذكية جدا وانا هفضل طول حياتي مديونالك. وماهد ما بيعرفش يدخل سلة الفواكه من الشباك وبيبدأ يفضيها واحدة واحدة. وبتقول سهير لنظيرة انت بتمدحيني كتير بدون داعي لان واجب علينا كبنات ان احنا نساند بعض دايما علشان ما نديش فرصة لحد ان هو يحبطنا. ونظيرة بتقول لها كلامك بيفكرني بالست غزالة مامة ماهد. وماهد بيندهش اول ما بيسمع اسم مامته. وبتقول نظيرة لسهير لو كانت حماتك لسه عايشة اكيد كانت هتبقى فخورة بيكي جدا وكانت هتبقى سعيدة انك مرات ابنها. وماهد بيرجع فلاش باك وبيفتكر لما مامته قالت له انا عاوز اهرب من بيت عيلة نيازي لاني حاسة ان مخنوقة هنا. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد وانا ان شاء الله مش هتأخر عليكم. يا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاة في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مرة تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.